اليوم يسعدنا أن نشارككم اختيارنا لأفضل 5 أفلام فنون قتالية تستحق المشاهدة. يضمن كل فيلم من هذه الأفلام أن يبقيكم متشوقين للغاية بفضل مشاهد الحركة الرائعة والرؤية المذهلة والقصص المشوقة. إذا أعجبتكم ملخصات الأفلام هذه، فلا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائكم من محبي الأفلام. رقم 5. شارات الغضب هو فيلم أكشن وجريمة صدر عام 2013، ويتتبع قصة محققين غير متوافقين، هانغ وانج، وهما يحققان في سلسلة من جرائم القتل الغريبة التي تركت مدينة هونغ كونغ في حالة من الخوف. جيت لي هو الضابط الكبير المتمرس، بينما وونغ هو شريكه الأخرق والمتحمس للغاية. يكافحان معا لكشف الأدلة مع ارتفاع عدد الجثث. ومع تطور القضية يتضح أن جرائم القتل ليست عشوائية، وقد تكون مرتبطة بعلاقة عاطفية. 4. الجبل الضبابي هو فيلم إثارة فنون قتالية فيتنامية لعام 2020، يتتبع قصة فنان قتالي متقاعد يسعى للعدالة لوفاة زوجته المأساوية. يبدأ الفيلم في عيش حياة هادئة بعد أن ترك ماضيه العنيف وراءه، لكن عالمه ينقلب رأسا على عقب عندما تقتل زوجته بوحشية في ظروف غامضة، مدفوعة برغبة في الانتقام والحاجة إلى. ينطلق فأي في رحلة تقوده إلى قرية موسوانغ النائية. هذه القرية التي يلفها الضباب والسرية تحمل مفتاح كشف لغز وفاة زوجته. بينما يتعمق في أسرار القرية المظلمة، يكتشف شبكة من الفساد والخيانة والخداع تتجاوز ما كان يتخيله. الفيلم 3. بعيد المدى هو فيلم إثارة مليء بالحركة والإثارة من إنتاج عام 2015، ويحكي قصة كولتون الذي يؤدي دوره سكوت أتكينز، وهو جندي سابق تحول إلى مارق، ويتورط في حرب شخصية ضد عصابة مخدرات مكسيكية قوية. يبدأ الفيلم بإنقاذ كولتون لابنة أخته هل المختطفة من براثن العصابة بعد مواجهة عنيفة مع رجال العصابة. ينجح كولتون في إنقاذ هالي، لكنه يسرق خلال ذلك محرك أقراص محمول يحتوي على معلومات حساسة عن العصابة. يرسل زعيم العصابة المزيد من القتلة المأجورين وراء كولتون لاستعادة محرك الأقراص. 2. الفصل الأخير من روني كينشين. الجزء الأول. 1. روني كينشين هو فيلم حركة وفنون قتالية ياباني لعام 2020، الجزء الأول من سلسلة أفلام من جزئين. يتتبع الفيلم كينشين هيمورا، قاتل مأجور سابق يعرف باسم باتاي، يعيش الآن حياة هادئة في طوكيو، لكن ماضيه يلاحقه عندما يصل إنيشي، الأخ الأصغر المنتقم لزوجة كينشين المتوفاة توي، ساعيا للانتقام. يبلغ الفيلم ذروته بسلسلة من معارك الفنون القتالية عالية المخاطر، بما في ذلك قتال بارز بين إيمان وفرانك، مما يبرز التناقض بين وين توشون والملاكمة الغربية. شكرا جزيلا لكم، نبقى معكم حتى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم ما شاهدتموه، فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات حتى لا يفوتكم محتوانا القادم. اتركوا تعليقا أدناه، وشاركوا أفكاركم، أو اقترحوا مواضيع ترغبون في رؤيتها في الفيديوهات القادمة.